جايبه لكم النهارده فكره هتعجبكم جدا، وهنعمل من الدرس ده كذا حاجه. دي اول فكره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فكره جديده حبيت اشاركها معاكم، ويا ريت تنال اعجابكم. بتمنى تتابعوا معايا الفيديو للاخر عشان هتنبهروا بالنتيجه، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا بينا نبدا. زي ما انتم شايفين احنا قصينا الكم بتاع الفستان اللي معانا ده، عشان احنا خلاص شبعنا لبس منه ومحتاجين ان احنا نعيد تدويره. اول حاجة عملناها ان احنا خدنا منه الكمين، وهنبتدي نعمل بيهم فكرة زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو. وهي شنطة خروج بناتي، تنفع للدروس وتنفع للجامعة، وينفع تشيلي فيها اغراض بيبي. كل الافكار موجودة فيها. الشنطة دي معانا مساحتها ممتازة جدا، بتشيل ازازة مية، لاب، بتشيل حاجات كتير، وهتعجبكم فكرتها جدا. الفستان هنا مخلصش معانا، الفستان ده لسه فيه افكار تانية هندخلها فيه، هتعجبكم جدا. بس تابعوا معايا الفيديو للنهاية. زي ما احنا اتفقنا ان احنا لازم نعمل بطانة للقماش ده، وخصوصا ان القماش ده كمان اخف من القماش بتاع الجينز بتاع البنطلون. قماش الدرس ده طري جدا وجميل جدا، بس هيحتاج دعامة قوية عشان يبين شياكة الشنطة والمستوى اللي هتوصل ليه. بنحاول ان احنا نحافظ في القص في الفستان عشان خاطر ما نهدرش، عشان نقدر نعمل منه افكار كتير على قد ما نقدر. هنا خدنا منه جزء بسيط من الجزء الكالوش بتاعه من الظهر، بس نص الظهر بس خدناه عشان نعمل منه الجزء اللي هيبقى فيه السوستة، وكمان الايدين بتاع الشنطة والدوران اللي هيبقى تحت السوستة. هنا في الفيديو ده هتشوفي طريقة سهلة وبسيطة بجد، مش هتكون بالنسبة لك فيها اي صعوبة لو اتبعتي نفس الخطوات دي ومشيتي عليها. بتمنى تكون الفكرة واضحة وسهلة بالنسبة لكم. كل القماش هنا هيحتاج دعامات، حتى الأرضيات، حتى الجزء اللي فيه السوستة، كل ده هيحتاج دعامات عشان يديكي مظهر جيد للشنطة. هنا الجزء ده هنحتاج ليه سوستة، مش هنحاول نخلي السوستة تكون حديد زي في الشنط التانية، عشان السوستة هنا محتاجة تكون على نفس مستوى القماش، تبقى طرية كده وعلى قد مستوى القماش. بنحاول يا جماعة دايما نراعي الجزئية دي في القص وفي الخياطة، والحاجة تكون متكافئة مع بعضها. هنا ده جزء من شنطة كنا برضو فكينه منها، ده بتبقى بطانة داخلية للشنطة، بتبقى دي دعامة كويسة جدا بالنسبة لنا. بالنسبة لشنطة زي دي ممكن الدعامة دي تكون ضعيفة بالنسبة لشنط تانية، بس بالنسبة للشنطة اللي معانا دي هتبقى ممتازة جدا. هنا عندنا الدعامة دي هنبتدي نحطها للجزء اللي فيه الجناب من بعد السوستة وكمان الأرضيات. وهنا هتكون الشنطة جاهزة معانا وكاملة كلها في القص. هيبقى فاضل حاجة بسيطة خالص، ولو متابعين معايا وشايفين فيديوهات الشنط بتاعتي هتعرفوا ان فاضل لنا تثبيت البطانة، وهو ده هيبقى على حسب رغبت. هنا هنغير الستايل شوية عن كل مرة، هنبتدي ان احنا نحوط الرسمة اللي موجودة معانا ببس خياطة بسيطة رايحة جاية فقط. مش هنعمل مربعات ولا أشكال، لأن القماشة يعتبر فيها حلية لوحدها وهي الرسمة اللي فيها. بالنسبة للظهر أكيد مش هنعمله بنفس الفكرة، هنعمله بطريقة متناسبة مع الظهر، وهو خط في الوسط وخطوط ماشية بالعرض. وهتبقى كده معانا الشنطة جاهزة، ويلا بينا على المكنة. هنبدأ أول حاجة نثبت ال3 قطع اللي هما الأساسيين بالنسبة لنا، ونبتدي إن احنا نثبت الشغل ده على المكنة رايح جاي زي ما اتفقنا. لو انتوا شفتوا فيديوهات الشنط هتستفيدوا كتير جدا، وهيبقى بالنسبة لكم الفيديو ده سهل جدا. صدقوني لو طبقتوا بس حتى ولو على ايديكم جزء من اللي احنا بنقدمه ده هتفرق معاكم جدا. الفكرة جميلة وتستاهل ان انت تجربيها، وتستاهل كمان ان انت تشاركيها معانا. اكيد هنزلها لو بعتيها. بتمنى تكون الفكرة واضحة ويكون الشرح بسيط.
ولو في اي حد مواجهه اي مشكله في الشرح ياريت يبعتلي وانا هحاول ابسطها له اكتر وابعت له شرح مبسط اكتر. بعد كده هنبتدي ان احنا نثبت زي ما احنا اتفقنا بالشكل اللي احنا رسمناه على القماش، ودي هتكون النتيجة. وزي ما احنا متفقين هنبتدي نفرغ الجزء بتاع البطانة ابعد نص سنتي عن القماش اللي معانا وعن ظهر البطانة، وهنبتدي نساوي البطانة بالقماش بحيث في الخياطة كله يتجمع في اتجاه مع بعضه. بعد كده هعمل كمان الظهر عشان خاطر تكون معانا الهيكل الأساسي للشنطة الاتنين يكونوا جاهزين. هنبتدي نعمل الظهر بنفس النظام، نثبت الثلاث أطراف ونبتدي نروح ونيجي على المكنة. الفقرة دي من أجمل الفقرات، بتمنى تنفذي الفكرة ولو جزء بسيط منها، حتى لو مكملتش معاكي للآخر. صدقيني هتلاقي شغفك وهتعجبك جدا النتيجة. هنزل لكم قريب فيديوهات لحاجات ابسط واصغر شويه بحيث ان هي تخليكي تشجعي ان انت تجربي الفكره. ولو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو بتمنى الفيديو يكون عاجبك، وتابعيني على صفحاتي على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك والتيك توك، وهسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. واعملي لي هنا سبسكرايب على اليوتيوب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل افكاري وابداعاتنا. بعد كده هنبتدي ان احنا نعمل الجزء بتاع السوستة. الجزء بتاع السوستة ده مهم جدا، هنعمل له بطانة زي البطانة اللي موجودة بالظبط عشان ندعم القماشة شوية، وفي نفس الوقت مش عايزين نوقفها قوي عشان تبقى لطيفة في الفتح والقفل وسلسة. هنبتدي نثبت السوستة ونثبت الجزء التالت. الأجزاء دي ممكن أثبتها أنا مرة واحدة، بس أنا بحب أعمل معاكم خطوة بخطوة بحيث إن أنا ما رغبتش حد يكون مش مدرك الخطوات. بعد كده هثبت الجزء التاني من السوستة وهتبقى كده معايا السوستة سلسة بكل سهولة. هنا لو انت محترفة شوية هتثبتيهم بكل سهولة، مش هتواجهي أي مشكلة. السوستة دي هتجيبها من عند اي مستلزمات خياطة، هتلاقي كل المقاسات اللي انت عايزاها بكل الالوان اللي انت محتاجاها على حسب لون الشنطة والستايل اللي انت حابة تركبيه عليها. مش شرط تكون لون الشنطة، ممكن تعمليها بستايل الاسترسات بتاعة الشنطة. يعني هنا السوستة دي لو كانت حمراء لون الوردة اللي موجودة في القماش كانت هتبقى لذيذة جدا وعاملة ميكس تحفة مع الورد، بس هنا هي كان لونها لون القماش وده برضو مقبول وعادي. صدقيني هنا في الشنط هتعملي ابداعات من لا شيء حرفيا، وكل حاجة بتركب على اي حاجة، بل بالعكس ممكن تلاقي النتيجة تحفة اكتر من المعتاد والنورمال بالنسبة لك. هنا بقى عملنا اليد، واليد هنا كانت اسهل ما يكون، عملناها قفلناها قماش بس، وهنبتدي ان احنا نثبتها ونعمل يد صغيرة للشنطة لانك تحملي منها الشنطة بصباعك او كده وتبقى سلسة معاكي. هنا برضو اليد هنا انا كنت محتاجة المعدن اللي انا هركبه فيها، تنيت ندور على حاجة عندي لحد ما لقيت حاجة هتنفعني برضو وهوريها لكم في الفيديو. ابتدينا هنا نثبت الجزء بتاع السوستة، وعشان تثبتيه مظبوط زي ما اتفقت بحب اعمل معاكم كل حاجة خطوة بخطوة. بقسم السوستة نصين عشان تطلع مظبوطة بالظبط، وابتدي ان انا اثبتها بحيث ان هي تطلع مظبوطة من ناحية الدوران مع بعض. وهنا الجزء البطانة اللي انا اتفقت معاكم عليه ان انا هحطه في ارضية الشنطة وفي جنابها بعد السوستة. هبتدي ان انا برضو اثبته بالمكنة رايح جاي مع البطانة التالتة عشان خاطر النتيجة تطلع معايا زي ما انا حابة. هنمشي هنا في الجزء ده زي ما انت عايزة تمشي بالطول بالعرض بعشوائي اي حاجة. انا هنا عملتها ستايل سمبوكسات كده وقفلت بيها الجزء ده، وكانت لذيذة جدا في الشغل على المكنة، وكمان النتيجة كانت تحفة. صدقوني الفكرة بسيطة بس هي محتاجة ان انتي تتشجعي وتجربيها. بعد كده هبتدي ان انا اثبت الجزء بتاع الارضية ده في الشنطة. يمكن هنا انا عديت لكم الجزء بتاع الحلقات بس هركبه معاكم دلوقتي، كنت بصراحة بدور على حلقات زي ما قلت لكم. وهنا طبعا اهم حاجة التنظيف النظيف، ان احنا واحنا نشطب تشطيب نظيف بحيث ان الشنطة من جوه كلها تبقى لون واحد ومظهرها جميل من بره ومن جوه.
هنا هبتدي ان انا اثبت السوسته بالطريقه دي، هقفلها تقفيل نضيف من الجناب، وبعد كده اخرج بره ادوس على السوسته بحيث ان انا انيم القماش مع بعضه واخليه سلس مع بعض. وابتدي هنا اثبت الجزء بتاع السوسته، وكل الزيادات اللي كانت معايا هبتدي ان انا اتخلى عنها. بعد كده هثبت الجزء ده وبرده اعمل له ايه، اعمل له تنظيف. من انا هنا عملت لكم كل حاجه من الطرحه اللي انا عاملاها بطانه دي يا جماعه، طرحه قديمه عندي عملت منها البطانه بتاعه الشنطه الداخليه كلها. وبرده حتى الجزء التنظيف اللي انا عايزاه ما حطيتش فيه الشريط اللي كنت بقول لكم عليه، وعملت منه من الطرحه. هنا الجزء ده اخيرا لقيت الحلقات اللي انا كنت عايزاها، لقيتها في سلوبيتا كده، ففكيتها معاكم اهو زي ما انتم شايفين في الفيديو، ونفذت يد وبنفذ معاكم اليد التانية. ابتديت ان انا احط الحلقه هنا في قطعه قماش من قماش الشنطه عشان اثبت فيه اليد. هبتدي ان انا ادخل القطع المعدن اللي هي هتكبر وتشغر الشنطه، وبعد كده بدخلها في الحديده اللي انا ثبتها، وبعد كده برجع ادخلها في النص في الحديده اللي بين الحلقتين واخيطها بالقماش. كده النتيجه هتكون كام معتاد بل اجمل، صدقيني تستحق التجربه. بعد كده هنكمل ونثبت الجزء التاني او الوجه بتاع الشنطه يعتبر في دوران الشنطه. لو قابلك اي مشكله في التنظيف ابتدي ان انت ساعدي نفسك وشيلي كل الزيادات، بحيث انت تبتدي ان انت تقفلي التقفيل زي ما اتفقنا، ان هو تمسكي القماش كله يبقى كله عدت عليه المكنه، بحيث ان هو يبقى كله متماسك مع بعض. وبعد كده هبتدي ان انا اعمل شرايط من القماشه بتاعه الطرحه اللي احنا مستخدمينها، هبتدي ان انا اعمل شرايط منها، وابتدي زي ما انتم شايفين كده، واقفل بقى طبعا دوران الشنطه كله اللي هو يعتبر كل القماش بتاع الشنطه، امسكه كله ببعضه بالشرايط البسيطه دي. ده الحاجات دي بسيطه جدا وفنيات تعتبر ما تذكرش، ممكن تقلبي الشنطه على الوضع ده، بس الحلية البسيطة دي هتظبط لك الشنطة وهتخليها زي ما هي حلوة من بره كمان حلوة من جوه. بتمنى ما اكونش ضيفة تقيلة عليكم ولا بطول في الكلام، بس فعلا الفيديو واخد وقت ومجهود طويل جدا، وانا بحاول اختصر لكم جامد على قد ما اقدر، وفي نفس الوقت مش عايزة اضيع اي تركاية عليكم ان انتوا تستفادوا منها. يعني حاولت اسرع الفيديو لكن ما اشيلش منه اي خطوات من اللي انا عملتها، عايزة التنفيذ كله يوصلكم بكل دقة، فلذلك ما حاولتش ان انا اوصلكم كتير منه، بس حاولت ان انا اسرعه على قد ما اقدر. بتمنى تكون الفكرة واصلة وما كنتش ضيفة تقيلة عليكم، ويا ريت تجربي فكرة من الافكار دي وتبعتيها لنا. بجد احلى حاجة ان انتي ممكن تعيدي تدوير حاجات كتير عندك. هل تصدقي ان كان ممكن يطلع من فستان وطرحة قديمة عندي حاجة زي دي؟ او حتى البطانات اللي انا حطيتها جواها دي كانت اكيد هرميها، مش عمري ما هفكر ان انا استخدمها او افكر ان انا اطلع منها حاجة. لكن كل حاجة في الشنطة دي هي حرفيا كان ممكن مصيرها للرمي او للزبالة، بس احنا حاولنا نطلع منها حاجة مفيدة وكمان جميلة وهتبهري كل اللي حواليكي بيها. ومقاس الشنطة هنا ما شاء الله بياخد حاجات كتير، يعني هتستخدميها لعدة أغراض. بتمنى تعجبكم الفكرة وتستفادوا منها وتشاركوها مع أصحابكم، ولو نفذتوا الفكرة ياريت تبعتولي صور ونشاركها على الصفحة. وهسيبكم دلوقتي مع الشنطة عشان تستمتعوا بكل التعب اللي فات ده، وقد ايه احنا وصلنا لنتيجة مبهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.